ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل وليمة حلوة، اتمنى ان هي تعجبكم. زي ما شايفين كده انا قبل كده عملت معاكم الفتة باللحمة المصرية وعملت بانيه فراخ. اتمنى الاكل يعجبكم، بصراحة كان حلو. انا هنا كان الوقت بدري على الغدا وكان عندي ضيوف جاييني، فعشان كده ما حطيتش معاكم. المهم دي كده حلة الضغط او حلة البريستو. احط اللحمة، دي لحمة بقري واحط طماطم واحط بصلة، احط البهارات الصحيحة اللي انت عايزاها، حبهان، ورق غار، وقرفة، وفلفل اسود صحيح، وانا بحط قرنفل برضو كم واحدة كده تدي طعم حلو، وشوية فلفل مبروشين من فوق كده، والملح تظبطي لان كده كده حلة البريستو ما بتاخدش وقت. هنا انا هحمر اللحمة، كانت خلصت معايا. ده مفروض كان في الاخر، لان لما شفتوا الفيديو في الاخر انا كنت ما حمرتهاش لسه. شوية لبن ونص عصير ليمونة وبهارات، 7 بهارات وفلفل اسود وملح، وظبط الملح بتاعك. وهتجيب الوok بتاعتي، هحط اللحمة كلها وهحمرها في زيت غزير. تمام، ادي كده اللحمة بصراحة ما كانتش مستحملة، فهجيب هقلبها كده كويس. بعد كده احمرها في الوok بتاعتي. ده تحميرة كده بس خلي بالنا عشان ما نتحرقش، يعني انا دايما بغطيها لما اقعد احمر، انا بخاف من التشطيش ده شديد. فالمهم كده هتاخد اللون ده وتجيبي علبة بلاستيك تحط فيها، لان هتخلي اللحمة لغاية تاني يوم تكون سوفت، مش هتبقى هارد لغاية تاني يوم. تمام، هنا هعمل الدقة بتاعتنا بتاعت الفتة، شوية توم حلوين كده، وبعد ما يصفرش يعني طلع ريحة شوية كده، حطي ملعقة كبيرة خل. بعد كده انا عاملة عصير طماطم مجهزة معايا، هحطه كده. هحط شوية فلفل اسود، وبتهيالي حطيت كزبرة او ما حطيتش مش عارفة. والمهم حطيت ملح، وظبط الملح بتاعك وخليه على نار عالي. حطيت كزبرة على نار واطية لغاية لما تلاقي الزيت طفح على السطح. هنا هنعمل الرز بتاعنا، زيت وزبدة او سمنة اللي تحبي. دول 3 كبابي من الرز البسمتي، فهحط 6 كبابي كوبايات من الشوربة. تمام، بعد ما يغلي كده واظبط الملح بتاعته. طبعا انا حطيت شوربة، هخليه على نار هادي خالص لغاية لما يطيب. وهنا دي برضو شوية زيت وسمنة، وبرضو توم حلوين كده. واول ما كده نشم ريحته برضو تطشيه بالخل. انا حطيت الخل بتهيالي في الاول ما استورتش. وهحط الشوربة، باقي الشوربة، واخليها لغاية تغلي شوية كده، يعني قولي 5 دقايق 6 دقايق. هنا هحمر البانيه. حطيت 5 بيضات، وحطيت شوية لبن وملح وفلفل ابيض، لو ما عندكيش حطي عادي. والواق بتاعتي هجيبها. وبعد كده كلنا عارفين بنحمر البانيه ازاي، بصراحة طلع حلو. انا كنت اوريدي دقه وخليته في الفريزر، يعني لان انا ما اقدرش ادوق في نفس اليوم واعمل الاكل ده كله. فانا لما اكون عايزه اعمل بانيه او بفتيك بجهزه واخليه في الفريزر، او لو كنت عايزه اعمل كبابه بحب اجهز الحاجات دي قبلها بكذا يوم واحطها في الفريزر، مش هيحصل لها حاجه. ده العيش اللي هنعمله للفته، انا احطه في الاير فراير. فعملت كده كيسين بتاعت عيش، هو عيش بيتا بريد زي ما شايفين كده. السفرة كانت تشهي، وهنوريكم نغرف كده الطبق. ادي العيش مقرقش كان رهيب. حطيت له شوية زيت زيتون، ودي الشوربة نغمزه كده، وطبعا الرز. وبعد كده نحط الدقة بتاعتنا، وبعد كده نحط شوية لحمة. انا هنا كنت عايزة اكلها مسلوقة. فالمهم زي ما قلت لكم كده حبايبي، كان الغدا بدري، فعشان كده ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير لغاية لما نتجي فيديو جديد ان شاء الله.